يا سيدي ويا لالا، كان يا مكان في قديم الزمان كانت واحد البنت سميتها زينة كانت بنت درويشة وقنوعة، ولكن الزمان دار عليها وبقات وحيدة في الدنيا. واحد النهار وهي ماشية في الغابة لقات واحد المرأة كبيرة طايحة والأرض غلبت عليها. هزاتها زينة داواتها وعطاتها ما تشرب. المرأة الكبيرة فاش وقفات على رجليها جبدت واحد الصندوق ديال العود منقوش بنقوش غريبة وعطاتو لزينة وقالت ليها: شوفي يا بنتي، هاد الصندوق أمانة عندك، ونهار يضيق بك الحال ويغلبك الزمان عاد فتحيه، ولكن ردي بالك إلا فتحتيه وانتي ما محتاجاش السحر اللي فيه غادي يولي ضدك. داز سنين وزينة تزوجات ودارت وليدات، ولكن الفقر ضاق بها. واحد الليلة باردة ما لقات ما توكل ولادها، شافت في الصندوق وقالت: وقيلة هذه هي الوقيته، يلا جات تحلو. وهي تسمع صوت من الداخل كيقول: صبري يا زينة، الصبر ساروت الجنة. تخلعات ورجعت للدور وبقات صابرة وخدمات على كتافها حتى دازت العاصفة. فاش كبرات زينة وشرفات وبغات تورث هاد الصندوق لبنتها، قررت تفتحو قدامها باش تعرف شنو فيه. فاش فتحت الصندوق ما لقات لا ذهب لا مجوهرات، لقات ساروت ديال الذهب وتحته ورقة مكتوب فيها: الكنز الحقيقي هو الصبر اللي خلاك تعيشي بكرامتك كاع هاد السنين. هاد الساروت كيحل باب واحد دار قديمة في المدينة، خليتها ليك حيت كنتي امينة. زينة عرفات بلي المرأة الكبيرة كانت بغات تختبر قلبها، وبالامانة هي اللي نجاتها. زينة هزات الساروت وشدات الطريق للمدينة القديمة، بقات كتقلب بين الزناقي حتى وقفات قدام واحد الباب كبير ديال العود عليه نفس النقوش اللي كانت في الصندوق. حطات الساروت، دارت الدورة الأولى ودارت الدورة الثانية، والباب تفتح بأنين طويل بحال إلا كيعاود قصص وسنين، وهاد الدار سد عليها. الدخلة كانت عامرة بالغبرة، ولكن السقف منقوشة بالقبس والزليج الفاسي الأصيل. زينب بقات غادية وكدور حتى وصلت لواحد البيت صغير، لقات فيه مراية كبيرة مغطية بثوب بيض. فاش حيدت الثوب ما شافتش وجهها الشارف في المراية، بل شافت تصاور ديال حياتها كاملة كدوز قدام عينيها بحال الحلم. شافت راسها وهي صغيرة، شافت نهار عاونات المرأة الكبيرة، شافت كاع اللحظات اللي صبرت فيهم. وفجأة بان ليها خيال المرأة الكبيرة في المراية كتبتسم ليها وقالت: الدار يا زينة ماشي هي الحيوط، الدار هي الراحة اللي زرعتيها في قلوب الناس. هاد الدار هي رزقك اللي كان كيتسناك، حيت يديك كانت ديما نقية. زينة ما سكناتش في ديك الدار بوحدها، بل رداتها دار للضيافة. كاع الناس الدراوش بحالها كيجيو يرتاحوا فيها، والناس في المدينة بقاو كيعاودوا قصة مولات الصندوق اللي لقات كنزها في صبرها وامانتها.